السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده النهارده مشروع جديد وبدايه جديده مع مشروع جديد، وكفايه كسل بقى كده، خلاص كسلنا بقالنا فتره كده، وبصراحه ربنا انا ما اقدرش اقعد من غير تربيه طيور. النهارده كده معايا مشروع يعتبر ما شاء الله كبير وحلو، يعني مش حاجه قليله. طبعا مش عارفه الصوره طالعه باهته ليه كده. هندخل جوه وناخد كتاكيتنا وهنكمل الفيديو بتاعنا جوه، ومعايا حاجه مهمه جدا جدا. والنهارده هقول لك ازاي تستقبلي دوره الكتاكيت بتاعتك بكل سهوله في عز الحر اللي احنا فيه. تعالوا بس افاجئكم بحاجه حلوه كده الاول قبل الفيديو، ونشوف مع بعض هنعمل ايه باذن الله. حبايب قلبي، النهارده بدايه دوره كتاكيت بيضه ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده زي الورد. طبعا اللون باين فاتح قوي عشان الاضاءه مش حلوه. تمام. هنا كتاكيت رز، جبت 100 رز وجبت 100 قب. الكب ما بيبقاش حلو في الحر، هو كتكوت حلو وكل حاجه، بس عايز دوره او عايز مراعاه اكتر من اللازم. الرز طبعا مناعه قويه جدا جدا، انا هربي الاثنين معاكي. تمام. ومش هتبقى دي بس كفايه، لا ده انا هنزل دوره باذن الله في الارض. انا النهارده لسه مطهره البطاريه بتاعتي حالا، غسلاها حالا. طبعا الحمد لله ما فيش عندي فيروسات وما فيش عندي امراض وما فيش عندي اي حاجه، فانا طهرت البطاريه لسه غسلاها حالا. هنزل فيها على طول دلوقتي باذن الله الكتاكيت بتاعتي، لكن هنزل دوره ثانيه للارض عشان الناس اللي عايزه نشتغل في الارض، لان البطاريه عندي مش هتشيل اكتر من 150 كتكوت. فانا هحط ال 200 دول هيتحضنوا في البطاريه، وهبقى اخف منهم 50 في الارض، وهنزل 100 هنربيهم في الارض عشان الناس اللي حابه تربي معانا الدوره باذن الله ارضي. عشان الناس اللي قالت لي بصوا ده الكتكوت الكب اهو ونقطه سودا المعروف بيه، ما شاء الله حجمه كبير جدا وكتكوت زي العسل كده وزي الورد. هقول لك ازاي بقى ايه تستقبلي في الحر ده، او ازاي تستقبلي الكتكوت بتاعك، وازاي تطلعي اعلى اوزان، وباذن الله مع بعض يوم بيوم باذن الله. طيب الاول كده عايزه اوريكم حاجه مهمه قوي. هاتي لي الشكاره دي كده يا راهب. بسم الله. الاول كده عايزه اقول لكم على المنتج الحلو جدا ده اللي سالتوني عليه لحد امبارح، جالي كومنتات عنه. المنتج ده يا جماعه الخير للريحه. طبعا انا بربي في بيتي، انا واحده من الناس بربي في بيتي. المنتج ده من اكتر المنتجات او من اكتر الحاجات اللي بتقضي على الريحه تماما. CBL ده نجيبه مع بعض كده. CBL 200 ده من اكتر المنتجات اللي استخدمتها فعلا، وحرفيا بتشيل الريحه وبتقضي على ريحه الامونيا تماما وعلى ريحه الفراخ. يعني لو انت بتربي في بيتك ممكن تجيبي شكاره زي دي كده وتضيفيها على ثمن الكتكوت، فهتقضيكي الدوره كامله. شكاره CBL انا طلبتها على فكره من اسبوع، يعني من اسبوع او 10 ايام. اتصلت على الشركه وقلت لهم انا محتاجه شكارتين، واديتهم العنوان. طبعا بعتوا لي على مكتب الشحن، لان في ناس يعني في الشكاير الكبيره بتيجي على مكتب، الشكاير الصغيره بتيجي على مكتب الشحن تقريبا كده، يا رب ما اكونش لخبطت، والشكاير الكبيره بتوصل لحد البيت، لان طبعا بيقول لك بتبقى مكلفه في الشحن جامد قوي، بتستلميها من اقرب مكتب شحن ليكي. تمام. انا جبت الاثنين. الشكاره يا جماعه الخير، في شكاره عامله 180 جنيه وفي شكاره كبيره عامله 300 جنيه. ديكي بقى تقعد فتره طويله، يعني في شكاره عامله 180 وفي شكاره عامله 300 جنيه، عشان نبقى عارفين. ال5 كيلو عامله 180 جنيه غير مصاريف الشحن، والشكاره ال10 كيلو عامله 300 جنيه برضو غير مصاريف الشحن. طيب انت ممكن تجيبي شكاره صغيره اللي هي 5 كيلو اللي عامله 180 جنيه وتستخدميها، هتكفيكي الدوره كامله بزياده. انا جايبه الشكارتين دول عشان الشغل الارضي باذن الله. شغل البطاريات ممكن ابقى ابدر تحت الكتاكيت كده، مجرد تبدير كده وخلاص. والناس اللي حابه بتشتغل ارضي او بتربي في شققها وعايزه تقضي على الريحه، تجيب CBL اللي هنستخدمه مع بعض خلال الدوره باذن الله. وعايزه اقول لك ان انت بترشي 100 جرام بس كل يومين 3 تحت الفرخه، يعني ما بتحطيش كل يوم، ده 100 جرام. وبتفرشي فرشه النشاره وفرشه التبن، وده بيكون فوق التبن من بعد الاسبوع الاول. تمام. هسيب لكم ارقام التليفون عشان الناس اللي بتسالني عليهم جدا لحد امبارح
الناس بتسالني وبتقول لي اللي حابب يتواصل مع الشركه، انا عن نفسي قسما بالله انا طلبت المنتج بنفسي من غير هم ما يبعتوا اصلا، عشان زي ما قلت لكم بيضع الريحه، وانا بربي في الشقه عندي او في البيت عندي، فمش عايزه ريحه تماما. عملت حسابي قبل ما انزل دوره الارض كمان جبت السي بي ال زي ما قلت لكم، السي بي ال 200 بيضع ريحه الامونيا تماما وامن جدا، وفيه كالسيوم عالي، يعني الفرخ لو نقر فيه فهو امن جدا جدا. تمام. تعالوا بقى نشوف هنستقبل فراخنا ازاي. كمان هسيب لكم رقم الواتساب الخاص بالشركه والرقم المكالمات برضو الخاص بالشركه، ان شاء الله هحاول اثبته في الفيديو نفسه، او هيكون في تعليق مثبت تحت الفيديو باذن الله. يلا كده بينا ونشوف الكتاكيت بتاعتنا وندلعها ونشوف باذن الله هنبدا ازاي. مبدئيا كده الناس اللي بتقول هاتوا لي الكتاكيت دي كده، هنا الفرشه بتاعت التحضير غسلتها وخليتها زي الفل. لو لاحظتوا هتلاقوا ان لسه في نسبه ميه كده في الارضيه اهي، لكن ما شاء الله الفرشه يعني يشكر استاذ ابراهيم صاحب جروب الملكه لصناعه البطاريات، ما شاء الله عليه. يعني والله الفرشه بتاعت التحضير دي من افضل الحاجات بجد، اللي هي سهله جدا، سهله جدا. اول ما برشها بشويه ميه ما فيش اصلا براز بيمسك عليها تماما، وما شاء الله عليه بيبقى زي الفل. طيب انا عندي هنا هحط 100 كتكوت في عين واحده، هيبقى كتير طبعا وانا عارفه، بس لحد ما انزل دوره بكره ان شاء الله افرش الفرشه، لان ما حبيتش انزل دوره بكره الا لما اكون فرشه الفرشه وجايبه، والسي بي ال اكون استلمته واكون مجهزه كل حاجه، عشان لما انزل الكتكوت بتاعي يبقى كل حاجه في الارض جاهزه. فقلت انزل النهارده للبطاريات الاول. هنا عندي 100 كتكوت هنا ما شاء الله اللهم بارك، وعندي 100 كتكوت هنا. طيب الموضوع هيبقى زحمه، ايه اللي هيتم واللي هيحصل؟ هنحط علافه واحده حمراء في الارضيه وهيشربوا من النبله على طول، فمش هاخد مكان للميه. وبكره باذن الله هخف 50 كتكوت من البطاريه. عايزه اقول لكم حاجه تانية انا راحت عن بالي، ال 200 كتكوت اللي هنا دول هيتقسموا على بطاريتين، يعني هنا هيكون 150 كتكوت فقط، وفي البطاريه الثانيه هنا هيكون 75 كتكوت، وفي البطاريه الثانيه هيكون 75 كتكوت. يعني انا بكره باذن الله البطاريه الثانيه عندي كسر في الماسوره، فهجيب حاجه لحام قويه تلحم الماسوره الاول، وبعد كده هنقل 75 كتكوت هناك، وهسيب 75 كتكوت هنا، وهنزل 50 كتكوت كمان، لان دول 200 كتكوت، دول 200 كتكوت يا جماعه الخير. بصوا نازلين على النبله على طول عارفينه وبيشربوا تمام. طيب الفراخ بتاعتي دلوقتي انا لسه منزله الفراخ دلوقتي حالا، يعني الفراخ مش من بدري، يعني الفراخ عندي من الصبح كنت بوزع كتاكيت عند ناس، والكتاكيت كانت بتلف معايا، فهي لسه جايه معايا دلوقتي حالا. هننزلها دلوقتي، هنزل علف 23%. ليكوا حريه الاختيار تنزلي اي نوع علف موجود عند حضرتك، ما تاخديش علف، مش لازم العلف اللي انا بشتغل بيه. انا ان شاء الله باذن الله لسه ما جبتش العلف بتاعي، لكن هشتغل ايمان او فيدي ميكس، عشان دول اقرب ليا هنا وسعرهم بالنسبه لي كويس معقول. طيب الناس هتسالني هي ايه الفراخ الحمراء اللي في النص دي؟ دول شويه فراخ حمر، شويه فراخ هجين عالي، و10 فرخات بلدي. الكتاكيت البلدي دي بتاعت ناس، بس انا حطيتها معايا هنا دلوقتي او حاليا بس لما يجوا ياخدوها. وال10 كتاكيت التانيين الهجين العالي دول هينزلوا مع دوره الرز اللي انا هنزلها باذن الله، هحطهم معاهم، بس برضو زي ما قلنا كده حطاهم عشان ياكلوا ويشربوا مع الكتاكيت دي. طيب هستقبل على ايه بقى؟ انا منزله كتكوت في عز الحر وفي عز النار وفي شهر 8، وخايفين قوي ان احنا ننزل الكتكوت في الوقت ده. مبدئيا كده الكتكوت هيكون على لمبه بيضاء مش لمبه حمراء، وعينك على الكتكوت. الجو بتاعك مش زي الجو بتاعي، فممكن عندك انت يكون الجو ساقع او يكون مكشوف اكتر فيبقى ساقع عليهم، فهتشوفيهم لو كشوا فوق الاكل او كاشين لابدين فوق بعض يبقى هحط لمبه صفراء. لو الدنيا امان والكتكوت منعنش ومفرفش وبياكل ويشرب ومش سقعان يبقى انا هشتغل باللمبه البيضاء فقط. اما بالنسبه لمعلومه ناس بيقولوا لي هي اللمبه البيضاء سمعنا معلومه ان هي ما بتكبرش، لا اللمبه البيضاء ملهاش علاقه بالكبرى او الصغرى على فكره، ملهاش علاقه ابدا، لكن احنا ممكن نهدي الاضاءه على الفراخ لما تكبر شويه، وده ان شاء الله هتشوفوه معايا في البرنامج قدام. طيب هنستقبل على ايه بقى يا مدام هبه في الحر ده؟ اول حاجه والافضل ان احنا نستقبل على محلول جفاف او محلول معالجه الجفاف بتاع الاطفال، اذا كان بالبرتقال او عادي. انا النهارده مش هستقبل على محلول جفاف، انا هستقبل على فيتامين ا د 3 ه.
حبايب قلبي. وهنا لقيت لكم الدنيا زحمه، والدنيا زحمه هنا اكتر كمان، فقلت لما بديهاش احنا نفضي عين، وجبت سلك تحضير تالت اهو، وبدات ان انا اقسم في العين التالته. يبقى احنا كده بنحضن في الثلاث عيون لحد ما اجيب البطاريه التانيه بكره باذن الله. هنقل كل واحد شغله فيه، يعني كل واحد شغله هيبقى فيه. لا ادخلوا جوه، دخلي يا رنا دخلها عشان اقفل الباب عليهم عشان ما يخرجوش. طيب هضيق المكان، ضيق السلك ده كده بيطلعوا من البتاع. طب حطيهم بس، هما ديتهم يوم واحد وهيبقوا كويسين، مش هيعرفوا يطلعوا، هيقلبظوا اكتر فمش هيعرفوا يطلعوا. طيب هنا زي ما قلت لكم كده، مش امال هتستقبلي على ايه بقى يا هبه النهارده عشان احنا احتمال نعمل زيك؟ انا هستقبل على الف د 3 ه فيتامين الف د 3 ه او الف د 3 اي زي ما عندي. ليه بقى عايزه اديهم نسبه فيتامينات في الحر ده؟ عشان الكتكوت بتاعي زعلان جدا من الحر، مشي ولف كتير فزعلان من الحر. فزي ما انتم شايفين كده اهو، ما نزلتش اكل لسه، والميه طبعا كنت مجهزاها. فسبت الفراخ بتاعتي حوالي ساعه، يعني الفراخ اصلا بتلف معايا من الفجر، تمام؟ الفراخ بتلف معايا من الفجر، سبتها حوالي ساعه. وبعد الساعه دي جبت خلاص، حطيت الميه، وهحط فيها في الميه دلوقتي لكل لتر ميه سنتي من الف د 3 ه. ينفع مكان محلول الجفاف، ينفع عادي جدا جدا، مفيش اي مشاكل، ينفع عادي جدا مكان محلول الجفاف، ويعوض كمان، هيدي الفرخ معاكي طاقه وباور، وحلو جدا جدا في فصل الصيف. انا طول عمري بستقبل على الف د 3 ه طول فصل الصيف في المزرعه، تمام؟ فهستقبل معاكم النهارده على الف د 3 ه. هنزل علف تركيز 23%. لو حابين باذن الله ننزل كل يوم مع بعض عشان فيديو، عشان تطلعي افضل كتكوت، وتطلعي افضل نسبه لحم، يعني تحويل عالي، وتطلعي طعم فرخه ما دقتهوش قبل كده في حياتك. باذن الله هنبدا مع بعض واحده واحده. ومن الواضح ان الفراخ بتاعتي مش هتقعد في العين دي، لان الحديد بتاعها واضح ان هو واسع عن التحضين اللي فوق، فهم مش هيقعدوا كده. هنضطر ان احنا نصلح البطاريه الثانيه بسرعه جدا، لان الماسوره بتاعتها اتقطمت مننا، فاحنا لازم نصلحها عشان نبدا ان احنا نحط كل فراخ لوحدها. حبيت كده يا رب اكون. بس بصوا قبل ما اقفل الفيديو، بصوا عايزه اوضح لكم حجم الكتكوت وشكل الكتكوت، مش اي كتكوت تربي. شايفين حجم الكتكوت يا جماعه الخير؟ اللهم بارك. لو الميزان عندي دلوقتي كنت وزنت لكم. الكتكوت بتاعي ما شاء الله 44 جرام، حاجه كده زي الورد. وده كمان فرزه الكتاكيت، يعني كنت جايبه الناس، وطبعا اللي كان اديت الناس الاول وانا اخر حد بعد الناس. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو وعجبكم منظر الكتاكيت، وهتبداوا معايا دوره حتى لو 10، هرجع اقول لك حتى لو 10، يعني لو انت عندك 10 بس، لو انت هتربي لبيتك اتوكلي على الله، هاتي 10 وتابعي معايا. مش هكلفك علاج، ومش هكلفك ادويه، ومش هخليكي تحسي اصلا ان انت بتربي في الصيف باذن الله، وهتطلعي اعلى اوزان واعلى تحويل باذن الله بدون اي تكلفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. دعواتكم لينا بصلاح الحال وتكمله الدوره على خير باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.